بخبز الحمام البايت وببيضة وحدة بس رح تحضري لهم أطيب عشاء، وهاي لجوع الليل يا جماعة، وحدة بوحدة مع كاسة شاي بالنعناع الأخضر. دوقوا دوقوا وادعوا لي. أحبائي بتمنى نضغط لايك هلا واحنا عم نحضر بالفيديو، ننزل على التعليقات ونصلي على الرسول ونقول بسم الله ونبدأ. كيف ما شفتوا جبت خبز الحمام وفتحته، وباخد من وسط الخبزة شوي من اللب وبترك الأطراف مثل ما هي. بوزع بكل خبزة بيضة وبضيف على كل خبزة ملح وفلفل أسود، ورح أعطيكم 3 حشوات كل وحدة ولا أطيب ولا أروع من الثانية. أول وحدة بحط لها تركي وممكن سنيورة، لانشون اللي موجود عندكم. بعد هيك بوزع عليها زيتون أسود، فلفلة خضراء، وشوية من البندورة، شوي من جبنة الشيدر، وشوي من جبنة الموزاريلا. ولو حبيتوا تكفوا بس بنوع واحد من الأجبان ولا أحلى من هيك. النوع الثاني حطيت له بسطرمة وشوي من جبنة الموزاريلا. البسطرمة أبدا ما بيلبق لها إشي أكتر من جبنة الموزاريلا والبيض. أما النوع الثالث وهو المفضل بالنسبة لإلي، بضيف شرحات من الفطر، شرحات من الفلفلة الخضراء، وبضيف زيتون أسود، شرحات من البندورة أو التشيري توميتو، وبضيف جبنة موزاريلا وبكتر يا جماعة. بعد هيك على البسطرمة بضيف رشة من البابريكا. أما بالنسبة للتركي بحط له فلفل أسود. أما الفطر بضيف له أوريجانو. بدخلها على الفرن من تحت 10 دقايق، بعدين بضوي عليها الشواي من فوق ليستوي مع البيض تماما. انتوا كمان خبروني واكتبوا لي بالتعليقات شو رح تضيفوا مع البيض. بشوفكم على خير وباي باي.